كرغولي. عرفتي شكون هادو الموريش. هادو تيقولوا على انهم مغاربه، هما السكان الاصليين ديال شمال افريقيا، وحنايا انصبنا عليهم ودينا لهم بلادهم. القصه بدات سنه 1492 فاش قام المستكشف الايطالي اميريغو ديسبوتشي باكتشاف القاره الامريكيه لاول مره، وبها تسمات على الاسم ديالو امريكا. من بعدها بداو الاوروبيين تيهاجروا ليها، ونظرا للاراضي الشاسعه اللي كانت في القاره الامريكيه خاصهم العبيد، خاصهم الناس اللي يخدموا، وبداو تيستقطبوا العبيد من افريقيا، لان في ذاك الوقت ما كانوش الات، كانوا العبيد هما الالات. خاص اللي يحرات، خاص اللي يحصد، خاص النقل، خاص المناجم اللي يحفرهم. وسنه 1739 بالضبط وقعت مجزره في نورث كارولاينا بين العبيد وبين البشره البيضاء. ومن بعد المجزره بسنه واحده قامت الولايه بسن قانون صارم للعبيد، كان ما تيحق لهمش يمتلكوا حتى شي حاجه، ما من حقهمش يتعلموا، ما من حقهمش يقراو، ما من حقهمش يتاجروا يبيعوا ويشريوا. من بعدها سنه 1776 استقلت امريكا عن بريطانيا، وسنه 1777 كان المغرب اول دوله كيعترف باستقلال امريكا. وسنه 1786 جات المعاهده ديال الصداقه الشهيره بين المغرب وامريكا. ومن بين بنود هذه الاتفاقيه كانت التجاره الحره اللي مازال ساريه المفعول الى الان، وكانت تبادل السفراء، حمايه المواطنين الامريكيين في المغرب وحمايه المواطنين المغاربه في امريكا. وهذه هي النقطه اللي كتهمنا. ومن بعدها باربع سنوات جاو 4 المغاربه هما والعيالات ديالهم وولادهم هاجروا لامريكا باش يديروا التجاره. سمعوا ان الفرص ديال العمل كاينه والفرص ديال التجاره والارض شاسعه، المهم قضيه مزيانه. دخلوا لولايه نورث كارولاينا، تجمعوا عليهم الناس، قالوا ويلي هادو عبيد هربانين. المغاربه كانوا ناويين يديروا التجاره، صدقوا غادي يدير لهم السناسل وغادي يديهم يزرعوا القطن. بقاو في جدال، الامريكيين تيقولوا لهم انتم عبيد، المغاربه تيقولوا ما ودي حنا راه مغاربه راه ماشي عبيد. صافي مشاو عند القاضي حار، هضروا معاه بلا باقه، قالوا له يا ودي راه كاينه اتفاقيه صداقه بين المغرب وامريكا، وهذه الاتفاقيه كتنص على اننا حنايا عندنا الحصانه في امريكا. حار القاضي، تحط امام مازق قانوني، شنو غادي يدير؟ واش غيطبق عليهم القانون ديال السود ولا القانون الامريكي، ولا فعلا عندهم حصانه؟ القاضي رفع الامر للبرلمان ديال نورث كارولاينا، وداروا اجتماع وصدروا قرار يقضي بأن المور أحرار ولا تسري عليهم القوانين الأمريكية، فهم يسمون في القانون الأمريكي